السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال. هنعملها بالبرتقال البلدي. انا معايا كمية هنا برتقال، وبما ان عندي البرتقال في البيت فهوريكم برضو انا بخزنه ازاي في التلاجة. انا بخزنه للكيكة بس مش بعمله عصير، ده للتخزين الكيكة. انا هنا جبت كمية البرتقال اللي عندي، غسلتها كويس، وهبدأ امسك البرتقانة اللي قشرتها كويسة وهبدأ ابشرها كده بالمبشرة بتاعة البصل، بس ما اوصلش للقشرة البيضة اللي من جوه لانها بتدي مرارة للكيكة وما بتخليش طعمها حلو. بس يا ريت تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس لو انت اول مره تشوفيني عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله، وتابعيني للاخر عشان تعرفي طريقه الكيكه. انا هنا معايا كميه البرتقال هبشرها كده بالطريقه دي اللي انتوا شايفيني بيها. كل ما الاقي قشره برتقال مش كويسه مش بعملها طبعا، هعمل الكميه كلها واوريكم برضو انا هعمل ايه بعديها. انا هنا بشرت الكميه كلها، دي كميه القشر اللي طلعهولي البرتقال. هبدا اعصر البرتقال ده عادي في العصاره، وهرجع لكم برضو هوريكم الكميه اللي طلعت لي. دي كميه العصير اهي، وده القشر معايا. انا الكيكه بستخدم لها مج واحد كده، المج العادي اللي احنا بنعاير بيه. هبدا اعمل كوبايه واحده بس احطها في اكياس اللبن دي، عشان لما اجي اعمل كيكه اطلع كيس واحد، ولو عايزه ازود الكميه ممكن اطلع كيسين، بس عشان ما اطلعش كميه عصير زياده وارجع ارجعها تاني هتكون كده خلاص باظت. لكل كوبايه بستخدم القشر ده حوالي معلقه كبيره، بربطه في نفس الكيس كده بس في النص اللي من فوق عشان استغل الكيس، عشان ما استخدمش اكياس كتير، وكده يبقى الكيس مع القشر اطلعه بالمره مع بعضيه. طبعا اوعي تفكري انك تحطي القشر مع البرتقال، لانه لو عملتي كده العصير هيبقى مر قوي، ولما تيجي تعملي بيه كيكه هيبقى طعمها مش حلو. دي الكميه اللي طلعت لي من البرتقال، النص كيلو حوالي طلع لي كوبايه. نبدأ بقى في مكونات الكيكة. معايا كوبايتين دقيق وكوباية وربع سكر، ومعايا هنا كمان نص كوباية زيت، ومعايا هنا كوباية عصير برتقال اللي انا قلت لكم عليه، ومعايا هنا 3 بيضات، ده بيض كبير، لو انت عندك البيض صغير فيبقى 4، وقشر البرتقال حوالي معلقة كبيرة، ومعايا كيسين فانيليا، ومعايا كيك شيف انا مش هستخدمه كله، او بيكنج باودر عادي الموجود عندك، وكمان ممكن تستغني عن الفانيليا لان القشر كمان هيغنيكي عنه، مش هيدي ريحه خالص للبيض. هبدا اجيب خلاط واحط فيه السوائل، البيض والزيت والعصير والسكر والفانيليا وكمان القشر، لان القشر لما هيتضرب في الخلاط تاني هينعم اكتر من كده. لما تيجي تضربيه ترفعي الغطا بتاع اول ما تشغلي الخلاط الاول، ترفعي الغطا عشان الهواء يدخل في المكونات، كأنك بتضربي بالمضرب الكهربائي. هضرب المكونات دي وهرجع لكم برضو اهو. هرفع الغطا كده، هجيب بقى الدقيق انا حاطه عليه رشه ملح، هنخله تاني كده. موضوع النخل ده مهم قوي في الكيكه لانه بيخليها هايشه وطريه. في اي معجنات عموما موضوع انك تنخلي الدقيق دي حاجه كويسه. هبدأ انزل عليها بقى بمعلقة كبيرة بيكنج باودر، ما تكتريش من البيكنج باودر لانه الزيادة فيه بيخلي لون الكيكة غامق. هو معلقة كبيرة حلوة قوي. هقلب المكونات دي مع بعضيها، ورشة الملح تكون بسيطة قوي عشان يبقى طعمها مش ظاهر. وهجيب الخليط اللي انا ضربته وهبدأ انزل كده على الدقيق، وهقلب شوية بشوية كده لغاية ما الخليط يمتزج ببعضه. وده شكل الكيكة. انا هجيب الصينية دهنتها سمنة وهغلفها بدقيق كده، السمنة بتدي طعم احلى اكتر من الزيت. هنزل بالخليط كده. انا كنت خلاص سخنت الفرن على درجة حرارة عالية عشان تبقى سخنة معايا قوي. هحطها في الرف اللي في النص، هخليها تاخد 5 دقايق على نار عالية، وبعد كده هوطيها. هتاخد معايا حوالي 40 دقيقة. انا بخبطها كده عشان الهواء يطلع منها، عشان ما يبقاش فيها فراغات من جوه. ولو انت لقيتيها لونها ابيض من فوق ممكن تولعي الشوايه، لكن انا عندي بتحمر من تحت ومن فوق لاني ببقى حطاها على الرف في النص وموطيه النار عليها بعد ال5 دقايق اللي انا قلت لكم عليها دي. وبعد ما تستوي برضه هوريكم شكلها لما تطلع. هنا خدت معايا حوالي 40 دقيقه، من 40 ل45 دقيقه كده. بصوا هايشه وطريه ازاي معايا، وطعمها جميل قوي، هيتعجبكم ان شاء الله. يا رب الطريقه تكون عجبتكم والوصفه تكون عجبتكم، ولو كان عجبكم الفيديو يا ريت تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.